شنو يعني صلاة فجر؟ لأن إذا عرفت فضلها، عرفت الأجور اللي فيها، راح تحفز نفسك أنك تكون من أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعتا الفجر اللي هي السنة اللي قبل الصلاة خير من الدنيا وما فيها. ما تكلمت عن الصلاة أنا للحين. طيب إذا كانت ركعتين السنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها أبدا، لا في سفر ولا في حضر، حتى هو مسافر كان يصليها، يقول خير من الدنيا وما. شلون الصلاة؟ ضيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يتعاقبون فيكم ملائكة، في ملائكة تسجل دواوين أعمال العباد، وينزلون إلى الأرض ويصعدون إلى السماء. يتعاقبون فيكم ملائكة، يعني يصير في نفس نظام الدوام والعمل وكذي. فهالملائكة تكون موجودة تشهد أحوال العباد في صلاة الفجر وصلاة العصر، من الأوقات اللي تشهدها الملائكة ويسجلون أعمال العباد صلاة الفجر، لدرجة أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم سبحانه، يقول كيف تركتم عبادي؟ يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يشهدون الملائكة لأهل الصلاة بأنهم يا رب كانوا ترى من أهل الصلاة. أضف إلى ذلك صلاة الفجر بالذات خصها الله سبحانه بسعادة ما يعرفها إلا من جربها.